توقعات الذكاء الاصطناعي لقمة الدوري، فوز الأهلي وصدمة الزمالك. سقط النادي الأهلي في فخ التعادل أمام الزمالك في قمة بطولة الدوري المصري بالدور الأول، قبل أن يكون على موعد جديد لقمة جديدة في الدور الثاني من البطولة. ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم 11 مارس الجاري في الجولة الأولى من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري لحسم لقب المسابقة. وبعد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إجراء قرعة الدور النهائي وحسم البطل في موقعة الدوري المصري، قررنا سؤال الذكاء الاصطناعي وبالتحديد شات جي بي تي عن توقعاته لنتيجة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك. وجاء رد الذكاء الاصطناعي كالتالي: من الصعب التوقع بنتيجة قمة الأهلي والزمالك بشكل دقيق، خصوصا أن مباريات القمة تحمل دائما طابع المفاجآت، لكن بناء على الشكل العام للفريقين في الفترة الحالية يمكن توقع سيناريوهات عدة. أولا، إذا استمر النادي الأهلي في تقديم أدائه القوي فربما يكون الفريق الأكثر حظا لتحقيق الفوز. يمكن توقع نتيجة مثل 2-1 لصالح النادي الأهلي، خاصة إذا كان الفريق الأحمر في يومه الهجومي ونجح في استغلال الفرص. وإذا كان الزمالك في يومه الجيد ونجح في تقديم أداء قوي دفاعيا وهجوميا، فقد يكون من الممكن أن ينتهي اللقاء بالتعادل 1-1 أو 2-2. أما إذا كانت المباراة متوترة وحدثت أخطاء دفاعية من الفريقين، فقد نشهد فوز ضيقا لأي منهما بنتيجة 1-0. ولكن كما هو الحال في كل مباريات القمة يبقى كل شيء ممكنا. المباراة ستكون في النهاية مليئة بالتكتيك والحماسة، وقد تتغير النتيجة بناء على اللحظات الحاسمة زي ما عودنا النادي الأهلي. وطلبنا من شات جي بي تي الذكاء الاصطناعي أعطائنا نسبة معينة عن فوز الأهلي، وجاء الرد تقدير نسبة فوز النادي الأهلي بنسبة تتراوح من 45 إلى 50%، فيما جاءت نسبة فوز الزمالك بتقدير نسبة فوز من 30 ل 35%، والتعادل بنسبة 20 إلى 25%. طبعا ده كان سؤالنا للذكاء الاصطناعي عن مباراة القمة يوم الثلاث بين الأهلي والزمالك. طبعا هنشهد إن شاء الله مباراة قوية جدا زي ما عودنا النادي الأهلي في مباراة القمة. الأهلي يسخر من قرعة الذكاء الاصطناعي. سخر محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من قرعة المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري، والتي تم الإعلان عنها خلال الساعات الماضية. وكانت رابطة الأندية المصرية أعلنت مواجهة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 11 مارس المقبل. ونشر عبر حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قرعة دوري أبطال أوروبا لنادي ريال مدريد باستخدام الذكاء الاصطناعي، معلقا عليها حلوة الحفاظ على الواقعية. طبعا احنا عارفين ان كان في فخ معمول للنادي الأهلي لحسم البطل مبكرا، كله بيعمل ضد النادي الأهلي في القرعة اللي حصلت، ان يخلي الأهلي والزمالك يلعب مبكرا وبعد كده ماتش بيراميدز فالأهلي في حالة توتر. لا، احنا بنقول لكم النادي الأهلي جاهز في كل وقت وقادر على كل شيء زي ما هو معودنا كل سنة، هو حامل اللقب. طبعا النادي الأهلي هو حامل اللقب للدوري المصري، وحش أفريقيا ونادي القرن. النادي الأهلي بتحطه في الصعوبات بتجده، ودايما الجماهير بتسنده في كل لحظة. وإن شاء الله الأهلي يقدم مباراة قوية
ويفرح الجماهير الحمراء كلها إن شاء الله يوم الثلاث. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير علشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي، وإن شاء الله أشرف بن شرقي وإمام عاشور يقدروا يقدموا حاجة كبيرة جدا جدا للنادي الأهلي ويفرحوا الجماهير المصرية خصوصا جماهير النادي الأهلي. شكرا. هذا وظيفة قلت